طبعًا أنا عندي المكرونة البشاميل دي من الأكلات المصرية اللي دايمًا بتبقى موجودة في أي عزومة، عشان كده هاقول لِك على تكات حلوة أوي ليها، لو عملتيها هتطلع معاكِ تحفة. باجيب بصلة كبيرة باقطّعها مكعبات زي كده، وباجيب برضه جزرة كبيرة وبابشرها. فايدة الجزرة أولًا حاجتين، أو 3 حاجات كمان، بتدّي قيمة غذائية عالية للعصاج، بتدّيها طعم مسكّر، تاني حاجة بتزوّد لي كمية العصاج بتاعتي، فلو عندِك ولادِك ما بياكلوش الجزر وحطيتيه لهم في وصفة زي كده هياكلوه على طول. أصلًا هُم مش هيحسّوا بيه هياكلوه في الوصفات اللي زي كده. باحط كمان فصّين توم، أنا هنا مقطّعاهم شرايح صغيّرة رفيّعة، لو عايزة تحطيه مدقوق حطيه، بس المتقطّع بيبقى طعمه أحلى. هتحطي كمان حوالي قرنين فلفل كده، سواء فلفل حراق أو فلفل رومي اللي تحبيه بقى حطيه، أو حتى فلفل ألوان ما فيش مشكلة. بعد كده بنحط بقى اللحمة، دي اللحمة عندنا ربع كيلو لحمة، هتحطي بقى اللحمة الربع كيلو دي بعد ما تخلّصي هتلاقيها بقت كميتها قد النُص كيلو بالضبط، عشان كده باقول لكم الوصفة دي موفّرة أو اقتصادية إلى حدٍ ما. طيب بنسيب بقى اللحمة تتشوّح مع الخضار كده على النار، وبعد كده باجي بقى في الآخر باحط لها معلقة كبيرة من معجون الطماطم أو الصلصة، لو حابة تحطي عصير طماطم حطي، بس يعني أنا بافضّل الصلصة اللي هي المعجون دي، وباحط لها شوية مَيّة واسيبها بقى على النار كده واطّي عليها خالص، واسيبها بقى تستوي مع الخضار وتشرب المَيّة بتاعتها، وتطلع بقى معانا عصّاج ممتاز طعمه تحفة. طبعًا بتحطي له بقى الملح والفلفل وبتضبّطيه. ده كده بالنسبة للعصّاج. نيجي بقى للبشاميل. البشاميل ليه أكتر من طريقة، يا إما بيتعمل ني في ني كده، يا إما بيتعمل زي ما أنتم هتشوفوا. مقادير البشاميل أنتِ بتاخدي 5 معالق مادة دهنية قدامهم 5 معالق دقيق، يعني 5 مادة دهنية 5 دقيق. كمية المادة الدهنية سواء زبدة أو زيت أو سمنة قد الدقيق بالضبط. بنقلّبه لغاية ما الدقيق يختفي خالص، وباضيف له بقى هنا التَكّة التانية، باحط كوباية لبن وكوباية شوربة. الشوربة بتخلّي طعم البشاميل تحفة، بتخلّيها مسكّرة كده وطعمها حلو أوي، وكمان بتوفّر شوية في اللبن. باجي بقى اضربيها يا إما بمضرب يدوي عادي، يا إما بالهاند بلندر، ولو في ناس أحيانًا بعد ما بتخلّص بتلاقي المكرونة كلكعت. هاقول لكم تعملوا إيه، نحط الأول الفلفل الأسود والملح ورشة من جوز الطيب. جوز الطيب برضه على أي بشاميل بقى، مش على بشاميل المكرونة بس، على أي بشاميل بتخلّيها تحفة. بنحط رشة صغيرة أوي زي ما أنتم شايفين كده، ونرجع نضرب تاني بالهاند بلندر. طيب لو بعد ما طفيتِ لقيتِ المكرونة مكلكعة منِّك وما كانش عندِك هاند بلندر، هاتيها في شفشق الخلاط حطيها واضربيها تاني هتلاقيها فكِّت وبقت زي الفل، بقت ناعمة خالص بعد ما تضربيها في الخلاط. هاجي بقى المكرونة بعد ما سلقتها وبنسلقها 3/4 سِوَى، نعمل حساب إن هي تدخل الفرن وهتستوي تاني. أحط عليها بقى البشاميل بتاعنا على نُصّها كده وأكتّر، أنا باحب البشاميل تبقى كتيرة عشان المكرونة تبقى juicy. شايفين بقى كمية العصاج، كإنكم عاملين نُص كيلو مش ربع كيلو. حتى تقدري تعملي الطريقة دي في العصاج في أي وصفة تانية بتدخّلي فيها لحمة مفرومة. بنفرد بقى اللحمة. نسيت أقول لكم إن البشاميل القوام بتاعه لازم يكون مش تقيل، بتاع المكرونة يبقى وسط، ده بيخلّيها أحلى. بترصي بقى اللحمة بتفرديها وبعد كده بتحطي المكرونة، وتيجي بقى من الحروف كده من الأطراف تحطي البشاميل توزّعيه كويس أوي، وما تنسيش الأطراف عشان دايمًا بتطلع ناشفة. فحطي فيها بشاميل كده كتير، ووزّعي بقى بقية البشاميل بتاعِك بحيث إن هو يغطي المكرونة كلّها. من تكات المكرونة اللي تخلّيها تطلع حلوة، إن البشاميل بتاعها يبقى خفيف مش تقيل، وفي نفس الوقت يبقى كميته كتير. هتيجي بقى الخطوة دي اختياري، حطّي بقى أي جبن عندِك موتزاريلا أو رومي، بحيث إن هي تدّيكِ طعم وهتدّيكِ كمان لون حلو أوي. دي كده الصينية بتاعتنا هندخّلها بقى في فرن سخن. في ناس بقى بتقول لك طب كل مكونات الصينية مستوية يبقى إحنا نحطها تحت الشواية وبس. لأ، صينية المكرونة لازم تقعد على الأقل نُص ساعة في الفرن الأول، علشان خاطر كل المكونات بقى تختلط ببعض وتبقى طعمها حلو. إنما تحطيها تحت الشواية بس لأ، طبعًا هيبقى طعمها مش حلو. لو جيتِ بقى في الآخر لقيتيها ما احمرتش حطيها تحت الشواية شوية. ده كده شكلها. في ناس بقى في مدرستين في موضوع المكرونة البشاميل ده، في ناس تقول لك لمّا تبرد نقطّعها عشان خاطر تبقى طالعة يعني خُرَط كده سليمة. أنا بقى بصراحة من المدرسة التانية اللي أنا باقطّعها وهي سخنة جدًا،
يعني انا بحبها جوسي كده، وبحب اكلها وهي لسه طالعه من الفرن. فطبعا انتوا بقى على حسب انتوا بتحبوا ايه. ده كده شكلها. هي طبعا عشان سخنه قوي فمش طالعه سليم. بس ده كده شكل المكرونه بقى بتاعتنا. عايزه اقول لكم بقى طعمها تحفه. ال- الشوربه اللي حطيناها على البشاميل، واللحمه كمان طريقه تعصيج اللحمه خلت طعمها حلو قوي. اعمليها في اي عزومه وان شاء الله هتشرفك، والف هنا.